أنا عندي أخت اسمها منار من وأنا صغيرة، وهي متعودة تبان قدام بابا وماما إنها البنت المثالية الهادية المؤدبة اللي مش بتغلط أبدا. كانت بتستغل إني بتعصب بسرعة، وبتعرف إزاي تمسك العصاية من النص دايما. يعني مثلا لو عملنا حاجة غلط سوا، تروح جري تقول لماما دي هي اللي قالت لي أعمل كده، أنا كنت رافضة. وأنا أكون لسه مش مستوعبة، ألاقي نفسي في موقف المتهمة وهي الملاك البريء اللي كله بيحبه ويدافع عنه. كانت بتعمل حركات صغيرة بس مؤذية جدا، تبوظ حاجة في البيت وتسيبها كده، وأول ما ماما تشوفها تقول أكيد أنت يا سارة اللي عملتي كده، منار عمرها ما تعمل كده. وأنا أقعد أزعق ودافع عن نفسي ومحدش يصدقني، بالعكس يقولولي بطلي كدب، اتعلمي من أختك. عدى الزمن وأنا بدأت أستسلم لفكرة إنهم مش هيشوفوا حقيقتها أبدا، لحد ما في يوم حصلت حاجة قلبت الموازين. بابا كان مسافر وماما كانت تعبانة جدا ومش قادرة تتحرك. منار قالت إنها هتروح تشتري الدواء لماما، وماما كانت فرحانة بيها جدا وقالت لها ربنا يخليكي ليا يا بنتي. لكن بالليل ماما اكتشفت إن الدواء ما اتجابش. اتصلت بالصيدلية وسألتهم، قالوا إن محدش جه. وفجأة تليفون منار رن، وماما تفتح السبيكر، واللي يرد صاحب كافيه بيقول يا أنسة منار، نسيتي الشنطة عندنا النهاردة، نسيبها مع الأمن. ماما كانت في حالة صدمة، وساعتها كل حاجة بدأت توضح. بدأت تفتكر مواقف كتير قبل كده كانت غريبة ومش منطقية، وبدأت الصورة تتغير في دماغها. رجعت منار وماما استقبلتها بهدوء مرعب. سألتها كنت فين النهاردة؟ حاولت تلف وتدور كالعادة، لكن المرة دي ماما كانت محضرة كل حاجة، التسجيل، المكالمة، وحتى صورة على الانستجرام كانت منزلاها بالليل وهي قاعدة في الكافيه. بابا لما رجع وسمع كل ده اتصدم فعلا، وقال لها بالحرف اللي بيعيش طول عمره يلبس وشوش، في يوم وشه الحقيقي بيطلع غصب عنه. من بعدها كل حاجة اتغيرت. أنا ما كنتش فرحانة إنها اكتشفت، لأني كنت موجوعة من سنين الظلم اللي عشتها بسبب تمثيلها. بس اللي ريحني إنهم أخيراً عرفوا الحقيقة، وشافوا إن مش دايماً الهادي بيكون ملاك، ولا العصبي هو الوحش. ومن يومها بقيت دايماً أقول لنفسي الحق ممكن يتأخر، بس عمره ما بيموت.